هايكو هيرليتش المدرب الألماني اللي كان مرشح لتدريب نادي الزمالك وصل بالفعل إلى القاهرة وأقام في أحد الفنادق، وبدأ التفاوض معه منذ الأمس وطوال اليوم. لكنه فجأة الرجل قال لك أنا سمعت أنه في حجز على أرصدة النادي وهناك أزمة مالية. مسؤولو الزمالك قعدوا يقنعوه مالكش دعوة، مرتبك هيكون موجود، احنا ملتزمين بنسبة 100% انك تبقى موجود وان مرتبك يكون اول الشهر. الراجل طلب شروط في العقد لضمان فلوسه، وعايز ياخد فلوس بالكامل، عايز ياخد مقدم كبير، عايز وهذا الامر لم يتفق مع يعني رغبات نادي الزمالك، وبالتالي فشلت رسميا المفاوضات مع هايكو هيرليتش المدرب الألماني. سيغادر القاهرة بعد قليل. طيب ده مش حصري، لأنه الناس كلها خلاص عرفت أنه ده حصل. يعني إيه الحصري؟ الجهاز الجديد لنادي الزمالك، من سيقود مباراة الزمالك القادمة في الدوري الممتاز. عنده مباراة هامة جدا نادي الزمالك، وبالتالي تم اختيار عبد الواحد السيد مديرا للكرة، مدحت عبد الهادي واحمد مجدي الاثنين مدربين، محمد عبد المنصف مدربا للحراس. دول هيمرنوا الزمالك غدا، ولسه هينتظروا هيحصل ايه، لانه المباراه القادمه الزمالك والبنك الاهلي الاحد المقبل باذن الله. لسه هيشوف الدنيا شكلها عامله ازاي. بدا الزمالك في التفاوض مع مدربين اجانب من جديد. ما زال التصميم لدى اداره الكره بقياده المشرف العام على الكره على مدرب اجنبي. بدات بعض الاصوات تتعالى داخل مجلس اداره نادي الزمالك بمدرب مصري هو خالد جلال، لكن الامور حتى هذه اللحظه لا جديد. الجديد انه هيرليتش مسافر، المفاوضات معاه انتهت، انه عبد الواحد السيد مديرا للكره، انه مدحت عبد الهادي واحمد مجدي الاثنين مدربين، وانه عبد المنصف مدرب لحراس المرمى. ده اول اخبارنا الحصريه.